حراس الحرم المكي يمسكوا بشخص يرتدي حجاب أو سحر. شاهد ماذا حصل له. سبحان الله. قبل البدء بالفيديو صلي على النبي، وإذا كنت مسلما اشترك بالقناة واضغط لايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع. التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه ذلك، فهذه منكرة محرمة بالنص، لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غير الطفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودعه الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة فهذه اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم يجوز تعليقها، ويروي هذه عن جماعة من السلف جعلوها كالقرآن على المريض، والقول الثاني أنها لا تجوز، وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما. وجماعة من السلف والخلف قالوا لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن، سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم، لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة لم تستثن شيئا، والواجب الأخذ بالعموم، فلا يجوز شيء من التمائم أصلا، لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر، فوجب منع الجميع، وهذا هو الصواب لظهور دليله. فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب، وصار كل واحد يعلق ما شاء، فإذا أنكر عليه قال هذه من القرآن أو هذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب ويتسع الخرق وتلبس التمائم كلها. وهناك علة ثالثة، وهي أنه قد يدخل بها الخلاء ومواضع القذر، ومعلوم أن كلام الله ينزه عنه ذلك، ولا يليق أن يدخل به الخلاء. رجلا من الهنود كان يطوف حول الكعبة المكرمة، والتقط أحد الحراس شيئا غريبا على رقبته، فأوقفه ليرى ما هذا الشيء، فوجده تميمة، يعني عقدة أو حجاب أو سحر. لم يستطيع معرفة هذه التميمة ولا نوايا هذا الحاج. شاهد الفيديو. من علق تميمة فقد أشرك بالله عز وجل. الشرك معلوم لي معلوم. جيب استغفر الله استغفر الله. شرك. الله شفاء، الله حماية بس. آمين آمين. الله سبحان الله. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا من خلقت الإنسان بأحسن تقويم، حسن سريرتي كما حسنت خلقي، وابعدني عن المعاصي واغفر لي، إنك أنت العلي الكريم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قوي الحجة والبرهان، اهدني إلى الصراط المستقيم، واهدني للعمل بالقرآن، إنك عظيم الإحسان.